النهاردة أنا عايز أشاركك واحدة من ضمن الحاجات اللي لما ركزت عليها جدا فرقت فرق شاسع في جودة حياتي. الحاجة دي هي المهارات. عايزك تركز قوي إن أنت طول الوقت تكتسب مهارات جديدة وتطور المهارات اللي عندك وتشتغل عليها بشكل مستمر. لفترة كبيرة جدا فيما بعد التخرج كان عندي مشكلة في إن أنا أعرف أفرق ما بين المعلومات والمهارات. وبعد كده لما طلعت وبدأت أتقابل مع الناس وبدأت أخش سوق العمل فهمت إن في فرق شاسع كبير جدا جدا ما بين المعلومات وما بين المهارات. علشان كده أنت لما بتروح تتقدم لوظيفة أو بتروح تعمل أي مقابلة عمل بتلاقيهم معظمهم بيهتموا بالشخص الماهر، مش بيفرق معاهم قوي فكرة التخصصات. حتى لو كان التخصص بتاعك مطلوب لازم برضو يكون في بعض المهارات اللي انت بتقدر تقوم بيها علشان خاطر تتقبل في الوظيفة. فخلينا متفقين، نقطة رقم واحد إن في الوظائف بيهتموا جدا جدا بالشخص الماهر وليس بالتخصصات. طب هل اللي محتاج يهتم بموضوع المهارات ده الشخص بس اللي هو رايح يتقدم لوظيفة؟ بالتأكيد لأ. كل واحد فينا أيا كان دوره في المجتمع، أيا كان فئته العمرية، أيا كان في مرحلة إيه، هو ضروري جدا جدا يهتم بمهاراته ويشتغل عليها ويطورها بشكل مستمر. طب مهارات إيه اللي الواحد المفروض يكون بيشتغل عليها أو إيه هي المهارات؟ طبعا أنا لو قعدت وقت كبير جدا مش هعرف أقول لك كل المهارات اللي موجودة، ولكن خلينا مثلا نقول مهارات أساسية زي مهارة التحدث أمام الجمهور، مهارة التواصل مع الآخرين، مهارة التخطيط، مهارة التفاوض والإقناع، إن أنت تعرف تقعد تتفاوض مع حد وتقدر تقنعه بوجهة نظرك، مهارة البيع، مهارة مثلا الإكسل شيت، مهارة الباوربوينت. في مهارات بسيطة جدا جدا. احنا النهاردة في سوق العمل لما بنيجي نقعد مع حد من الشباب اللي متقدمين الواحد بيستغرب ان ازاي هو ما عندوش مهارة يعتبر شبه أساسية، ازاي هو مش قادر يكتسب مهارة زي المهارة دي اللي هي ممكن بناء عليها يتم قبوله في الوظيفة أو لأ. فعلشان كده عايزك تهتم جدا جدا إنك تطور مهاراتك، تقعد مع نفسك تسأل نفسك أنا المرحلة اللي أنا فيها دي محتاج أشتغل على مهارة إيه؟ هل أنا دلوقتي محتاج أتعلم إزاي أخطط؟ هل أنا دلوقتي محتاج أتعلم إزاي أبيع؟ هل أنا دلوقتي محتاج أتعلم إزاي أتحدث قدام الجمهور؟ ولا عندي مشكلة في التواصل الاجتماعي ما بعرفش أتواصل مع الناس؟ فضروري جدا جدا، وعن تجربة الموضوع ده فرق جدا جدا في حياتي. عايزك تركز قوي قوي مع مهاراتك. طيب نتعلم المهارات دي ازاي؟ عايز اقول لك في ورش عمل وفي دورات تدريبية، ولو فتحت يوتيوب هتلاقيه مليان لكل مهارة محتوى رهيب ضخم تقعد قدامه وتتعلم. ولكن في معلومة مهمة جدا جدا عايزك تاخد بالك منها، إن المهارات بتتطور بالممارسة وليس بالتعلم. المهارات بتتطور بالممارسة وليس بالتعلم. يعني ما ينفعش أقعد أفضل أتعلم وأسمع وأشوف وأقرأ في محتوى خاص بالمهارة من غير ما أمارسها. فضروري لازم تمارس المهارة. لو كنت انت خريج حاول تنزل شركة زي شركات السيلز، حاول تروح شركة تسويق، حاول تروح مثلا مكتب استشارات، تتعلم ازاي تتواصل مع الناس، تتعلم ازاي ان انت تكون عندك مهارة التفاوض والإقناع. أيا كان المجال اللي انت هتشتغل فيه هتقدر تتدرب من خلاله وتمارس المهارة فتقوم تتقنها صح. عايزك تاخد بالك مهم جدا ان انت تكون مركز طول الوقت على المهارات وطول الوقت تشتغل عليها بشكل مستمر. الفترة الجاية إن شاء الله إحنا ممكن نتكلم عن المهارات، ولو حد فيكم حابب نتكلم على مهارة معينة ممكن يكتب لي في الكومنتات، وإن شاء الله نقدر نبقى نعمل في الفيديوهات بتاعتنا وندردش شوية عن كل مهارة وإزاي تقدر تكتسبها وإزاي تشتغل عليها وإزاي تطورها، وإن شاء الله نقدر نقدم حاجة مفيدة. شكرا لكم جزيلا.